سالم السالمي. سالم إليك الكلمة. وقد استمعنا إلى النشيدين الوطنيين للجمهورية اليمنية وللمملكة العربية السعودية، وقد رددنا سويا رددي أيتها الدنيا نشيدي، ردديه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر. هنا حضور جماهيري يمني كبير على مدرجات استاد السعادة، فأين ستكون السعادة من خلال هذا المساء الذي ينتظر بطلا حسين الشويخ الواضح أمامنا في الصورة والذي يعاونه. على فكرة راح أعطيكم معلومة مهمة جدا بالنسبة لعبد الرحمن الخضر، هذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة. خطأ ركلة حرة مباشرة الآن لصالح المنتخب اليمني، كرة ملعوبة إلى داخل المنطقة باتجاه المرمى، لكن مرت جانبية بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح الأخضر السعودي من خلال المحاولة الأخيرة لصالح المنتخب اليمني. عودة بالكرة للخلف مباشرة عند وضاح أنور اللي بدور يلعب كرة هنالك ناحية الجهة اليسرى. تعود المحاولة من جديد مرة أخرى، هذه انطلاقة سريعة لكن بعد ذلك التغطية حاضرة من جانب أبو بكر، لكن المرور يأتي والخطورة تأتي والهدف الأول يضيع. الهدف اليماني الأول يضيع من خلال اللقطة الأخيرة الماضية. يتصدى الحارس موسى العيد لمحاولة يمنية هي الأخطر حتى الآن في المباراة بعد مرور 8 دقائق على انطلاقة المواجهة. تعود المحاولة مرة أخرى والعرضية بعد ذلك التألق فيها لحارس المرمى موسى العيد. يا سلام على تدخل ويا سلام بعد ذلك على محاولة من أمام اللاعب عبد الرحمن الخضر، متمكن كان على مقربة من تسجيل الهدف الأول من خلال اللقطة الأخيرة الماضية لمصلحة المنتخب اليمني. بينما تعود مرة أخرى يمنية وهدف ثاني أيضا، أو لقطة أخرى بتضيع من خلال اللقطة الأخيرة الماضية ثم تتصوب. يا الله على كرتين يمنيتين. موسى العيد هو البطل حتى الآن في أول 10 دقائق. البطل حتى الآن هو موسى العيد، ليس الأخضر وليس المنتخب اليمني، إنما موسى العيد. ومن أمام هذا اللاعب الذي كان حاضرا في نهائي 2021، أتحدث عن عبد الرحمن الخضر الذي صوب كرتين لكن وجد أمامه موسى العيد حارس مرمى. كرة فيها انطلاقة عن طريق أسامة يحيى، لكن على طول التغطية السعودية. أين ردة الفعل من ستأتي الآن بالنسبة للأخضر؟ الكرة ملعوبة للأمام، محاولة رأسية بواسطة سالم عبد الله، لكن كرة سهلة تصل مباشرة عند وضاح أنور من خلال اللقطة الأخيرة الماضية. لاحظوا مرة أخرى كرة عرضية ممتازة ثم بعد ذلك الرأسية التي وصلت سهلة عند حارس المرمى. بينما هنا المحاولة الثالثة جول 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 الثالثة ثابتة بواسطة عبد الرحمن الخضر، يسجل أول أهداف النهائي هنا في مجمع السعادة. الجماهير اليمنية صغارهم وكبارهم نساؤهم ورجالهم كلهم الآن يحتفلون بالهدف الأول بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة هذه المواجهة. كرة أولى ضاعت، كرة ثانية ضاعت، كرة ثالثة سجلت. لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن وهذه المواويل على العرث تشدو؟ لمن؟ هل الأرض عاد لها ذيازا؟ لمن؟ لأجل اليمن يسجل أول أهداف المنتخب اليمني بواسطة عبد الرحمن الخضر. يتقدم ويتوغل ويغالط المدافعين ويسجل أول أهداف النهائي هنا في مجمع
السعادة، تذهب السعادة حتى الآن إلى اليماني بواسطة اللاعب الواضح أمامنا في الصورة. 1-0. ثاري سعيد على تنفيذها، يلعب كرة للأمام، بعد ذلك تأتي أيضا موجودة، تعود الكرة مرة أخرى، نقلة أمامية، هذه كرة سريعة أيضا عند نفس اللاعب، هذا الخضر دائما ما يأتي بأخطر الأخبار، دائما ما يأتي بالخطر. عبد الرحمن الخضر الذي ينطلق ويتقدم ويتوغل ويشكل الخطورة، وبعد ذلك الكرة الملعوبة، لاحظوا بهذه الطريقة، كرة عرضية وصلت إلى حارس المرمى، تعود لصالح المنتخب اليمني. مرة أخرى تمرير كرة بينية أمامية من الجهة اليسرى، البحث عن لعب كرة عرضية، هذه خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء، تأتي المتابعة ثم تتهيأ الكرة ثم الخطورة مرة أخرى بالنسبة للمنتخب السعودي على مرمى موسى العيد. الفرنسي ستيفان سالنت ذكر ما قبل هذه البطولة بأنه يعد فريقا للنهائيات. يا الله على فرصة خطيرة أيضا من نفس اللاعب الوليد العوفي، الظهور الوحيد ربما الأبرز لعبد الرحمن سفياني من الجهة اليمنى. بقية الأسماء التي كنا ننتظر أن تقدم المستوى من الجانب الأخضر لم تكن حاضرة حتى الآن، ونحن نقترب من نهاية شوط المباراة الأول. عادل عباس يلعب كرة لصالح المنتخب اليمني، وهنالك ركلة جزاء محتسبة لمصلحة المنتخب اليمني من كرة عرضية من عادل عباس إلى عبد الرحمن الخضر. البحريني لا يتردد، حسين الشويخ الآن يحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب اليمني. عند الدقيقة 44 يتمكن المنتخب اليمني من الحصول على ركلة جزاء الآن. ركلة جزاء على تنفيذها هو نفس اللاعب عبد الرحمن الخضر الذي ربما يبحث عن صدارة الهدافين من خلال هذه البطولة. ركلة الجزاء فرصة، ماذا عن موسى العيد؟ عبد الرحمن الذي سجل في مرمى العراق، هل يتمكن من ركلة جزاء؟ الآن عبد الرحمن يتقدم، ولكن لديهم موسى العيد، لديهم بطلا يبقيه من أجل البطولة من ردة فعل خيالية يا موسى، خيالية بذكريات الدعية، بذكريات بطولة الناشئين، بذكريات كأس عالم. هنا يظهر القفاز الجديد، هنا يظهر قفاز أخضر، هنا يظهر قفاز صغير يتصدى. الآن الوليد الذي لم يظهر، هل يظهر من خلال كرة؟ سفياني يلعب كرة عرضية والرأسية، ثم بعد ذلك الصافرة تأتي من جانب حكم المباراة الدولي البحريني حسين الشويخ. في نصف النهائي فاز على المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد. الكرة فيها ركلة مرمى أو ركلة حرة مباشرة منقولة إلى داخل منطقة الجزاء، محاولة تتهيأ إلى داخل المنطقة، هذه فرصة يحاول من خلالها التسديد باتجاه المرمى بواسطة سعيد الدوسري، لكن على طول التغطية موجودة. سفياني يحاول، تتهيأ المحاولة لكن على طول أيضا الدفاع اليمني حاضر من خلال اللقطة الأخيرة الماضية. تعود بهجمة عكسية مرتدة إلى عبد الرحمن الخضر اللي يحول كرة إلى أقصى جهة اليمين، الانطلاقة لليمن من أجل الهدف الثالث لليمن، العرضية لليمن، والكرة بعد ذلك بتدخل كبير من حارس صغير يظهر على طريقة الكبار. موسى العيد يبقيهم من جديد. اللقطة الأخيرة الماضية فرصة أخرى من أمام عادل عباس تبقي المنتخب السعودي من أجل المنافسة على لقب هذه البطولة. عرضية مثالية كانت، تعادل مع نيجيريا واستطاع الفوز بعد ذلك بركلات الترجيح، ثم في الدور نصف النهائي فاز على شقيق البحرين بهدف دون مقابل. كانت ذكريات تبقى عالقة بالنسبة لكرة القدم السعودية على مستوى نهايات كأس العالم في مشاركات عدة بالنسبة للأخضر الصغير. كرة منقولة الأمام، المحاولة خطرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب.
خطير جدا. عبد الرحمن الخضر الذي صوب كرة لصالح المنتخب اليمني بالقدم اليسرى، مرت الكرة بتفاعل جماهيري كبير، لكن شوف المهارة، وبعد ذلك بالقدم اليسرى هو أضاع ركلة جزاء مع نهاية شوط المباراة الأول، هو مسجل الهدف الوحيد حتى الآن. صوب كرة قوية بقدم اليسرى تعتلي العارضة، أيضا الوليد العوفي على التنفيذ، الركلة الحرة المباشرة، الكرة الملعوبة من جانب سفياني، راسية، جول 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 جول، هدف سعودي، هدف تعادل للأخضر. الصغير الآن ينفجر، الأخضر يسجل ويعيد المباراة مرة أخرى. قلت لكم قبل لحظات وقلت لكم في كثير من المرات بأن موسى العيد يبقي المنتخب السعودي في البطولة، يبقي المنتخب السعودي منافسا على اللقب، منافسا على الكاس. الكرة التي عدت، الكرة التي مرت، الكرة التي سكنت في الشباك، مشعل الداود إشاعة لهذا النهائي. شوف الكرة من عبد الرحمن سفياني، لمسة بسيطة كانت كافية لأن تسكن في الشباك اليمنية، يعدل من خلالها الأخضر وبالتالي يسجل هدف التعادل. كرة كانت من سفياني عبد الرحمن، ثم بعد ذلك ذهبت لأن يسجل من خلالها مشعل الداود هدف التعادل لصالح الأخضر السعودي. الصقور الآن يحلقون